يعطيكم العافية ريهام، ومساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إيناس، ضعينا في أجواء المحافظة بعد أيضا إصدار النتائج الأولية لمحافظة البلقاء وإصدار الأسماء للنتائج الأولية من الهيئة المستقلة للانتخاب. إليك إيناس. نعم، يوم فرح وطني بامتياز يعيشه الأردنيون في مختلف محافظات المملكة، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية. نحن الآن في محافظة البلقاء وبالتحديد في مدينة السلط العريقة. نشهد الآن جو من الارتياح العام لدى المواطنين بسبب الانتخابات النيابية التي ترسخ النهج الديمقراطي والتي تسير عليها البلاد. المواطنون أدلوا بأصواتهم وقاموا بهذا المشاركة السياسية وهذا الاستحقاق الدستوري، فرحين بهذه الانتخابات ومتفائلين بأن يكون المجلس النواب الثامن عشر ويحقق المصلحة الوطنية وتطلعاتهم. طبعا هذه المشاركة السياسية جاءت من انتمائهم لهذا الوطن الغالي ولهذه القيادة وولائهم للقيادة الهاشمية. اسمحي لي ريهام أن يكون معي ضيف وأرحب به المهندس خالد خشمان رئيس بلدية السلط ليحدثنا عن هذا الموضوع. يعطيك العافية مهندس خشمان. الله يعافيك يسلمك، أهلا وسهلا. ويعني أبارك للوطن هذا الإنجاز العظيم الذي قام به وهو انتخاب المجلس الثامن عشر. مهندس خالد، نحن نعيش الآن أجواء من الفرح والديمقراطية في الأردن، وخاصة في هذا الوضع الملتهب الذي يحيط في العالم العربي. حدثنا عن يوم الفرح السلطي بهذه الانتخابات النيابية. أولا أريد أن أقول أن الأردن هو دولة مؤسسات، وأحد المؤسسات الأساسية في هذه الدولة هو مجلس الأمة، المجلس التشريعي المكون من بشقيه الأعيان والنواب. والحمد لله رب العالمين الأردن قرر أن ينتخب في جو ملتهب كما تفضلتي، إلا أن المؤسسات التي تعمل في هذا الوطن تعودت أن تبقى مستمرة، والحمد لله رب العالمين في جو الأمن والأمان بدأت التحضيرات، والحمد لله في 20 من الشهر الحالي انتخب الأردنيون مجلسهم الثامن عشر. حقيقة هناك ارتياح من خلال مشاهداتي للمواطنين واطلاعي على مجريات الأحداث والانتخابات. أولا ما تم اتخاذه قبل البدء بعملية الانتخاب كان متميزا وفريدا. تم وضع كل الخطط اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني العظيم. وأثناء يوم الانتخابات شهد الأردن هدوءا وسكونا في العملية الانتخابية، إذ سارت بسلاسة مطلقة، لم نتعرض إلى أي مواقف. أنا أتحدث عن مدينة السلط تذكر. الحمد لله رب العالمين الإجراءات كانت متميزة، الأمن كان منضبط، السير منتظم، الإجراءات الشعبية كانت متميزة. النواب وناخبيهم كانت رائعة جدا، لم نشهد أي خلاف بين النواب، والحمد لله يسجل أنها لم تشهد في السلط أي مخالفة تذكر عمليا. هلا يعني بالنهاية الانتخابات هناك من يحالف الحظ وهناك من لا يحالف الحظ، لذلك أتقدم لإخواني الذين حالفهم الحظ بالتهنئة والتبريك، ولإخواني الذين أقول أن هناك مجموعة من أبناء الوطن قد وضعوا ثقتهم بكم، وبالتالي قد لا تكونوا قد وصلتم إلى مبتغاكم، لكن الأردن والوطن الأردني وصل لمبتغاه إذ تم تحقيق الخطوة الأساسية وهو انتخاب المجلس الثامن عشر. الأردن تعود أن يكون ديمقراطيا، والمجلس الثامن عشر تحديدا نتمنى أن يكون أنموذجا لمجلس حقيقي يمثل الشعب الأردني ويأخذ دوره التشريعي الحقيقي. وتعلمون أنه احنا مقدمين على مرحلة زي أيضا اللامركزية، وهو مجلس المحافظات الذي سيكون أيضا هو جزء برلمان لكل محافظة وجانب يتابع الخدمات المواطنين. في السلط تحديدا وفي البلقاء عامة يعني الانتخابات كانت مثالا يحتذى. أقدر بشكل كبير أول شيء القرار الشجاع الذي اتخذته الدولة الأردنية ابتداء من صاحب الجلالة الهاشمية اللي بنهنيه أيضا على نجاح هذه العملية الانتخابية. وسجل الأردن
في العالم أجمع إيناس، أننا نستطيع في زميلة كل إيناس، الظروف هل أن نبقى تسمعيني؟ متماسكين مترابطين. مؤسساتنا تعمل بشكل متواصل. إيناس، شكرا مهندس خالد، يعطيكم ألف عافية. إيناس شكرا لك. ريهام، اسمحي لي أن أبارك لجميع نواب الوطن، وآملين أن يقوموا على العمل للمصلحة الوطنية. نعم، شكرا لك إيناس الكايد، كنت معنا من محافظة البلقاء.